بسم الله الرحمن الرحيم. حلوة اللمبوط بدون جلوتين. حلوة اللمبوط بدون جلوتين جات رائعة رائعة جدا إن شاء الله، بخليط نغلوط للحلويات مع لينات متعددة الاستعمالات. النتيجة روعة. لتحضير هذه الوصفة عندي 250 غرام 250 غرام فارينة لينات متعددة الاستعمالات مع 200 غرام فارينة نغلوط للحلويات. عندي البيض، أنا استعملت 4 بيضات، كيلو سكر هي كيلة البيض، وكيلو وربع زيت، ولافاني، وخميرة الحلويات أنا استعملت المرجان. المقادير في الصورة. الكاوكاو اللي حابة دير الكاوكاو في العجين دير، أنا المرة هذه ما درتوش، ولكن نحتاجو ملعقة معجون مشماش اللي بغات تنسم فيه تزيدو مع لافاني في الآخر، أو يعطي طعم جميل جدا للعجين، يمد الطعم للحلوى رائع. حتى ملعقة معجون مربى المشماش، طبعا صنع منزلي. نجيب إناء نكسر فيه البيض، المهم أنا كيلة البيض هي نفس كيلة السكر، أو تنقصي ديري كيلة بيض وكيلة إلا ربع سكر. أنا هكا ندير، نقص دايما السكر في الكيلات تاع استعمال الحلويات تاعي. يعني كيلة بيض، نجيب الكيلة تاعي كاس ولا أي كيلة نحط فيها البيض، نحط البيض في الكاسرونة تاعي، ونجيب السكر اللي نقص إصبع أو غير ربع كاس، غير ربع سكر نحطه مع البيض، نخلطه جيدا ونخليه يرتاح بجهة واحد ربع ساعة ولا حتى يذوب السكر. ومن بعد نجيب نخلطه مليح السكر والبيض نخلطوه مليح مع بعض حتى يذوب السكر تماما. من بعد نضيف لافاني، ملعقة لافاني، ومن بعد نجيب الزيت نضيفه على دفعات. الزيت الكيلة تاع البيض زدت عليها ربع كيلة زيت ونضيفها على دفعات. كل ما نخلط وانا نضيف الزيت، هاني نخلط ونضيف الزيت، نخلط خليط البيض والسكر واللافاني، إضافة مبشور مع إضافة مبشور الليمون إن وجد. كي نكمل الزيت كاملة، شوفوا كي نكمل الزيت كاملة، شوفوا كيفاه نكمل الزيت جيدا، راني نتحس على قوام رغوي ويطلع لي مليح. كي نكمل كاس الزيت تماما، نزيد لها ملعقة المربى تاع المشماش، ونكمل نخلط جيدا. ومن بعد نزيد من بعد نخليها بجهة ونغربل الفرينة تاعي، ونبدا نحط بالكيلة الأولى. عندي 4 كيلات فرينة، ونقدر تروح لي ل4 كيلات ونص ولا 5 كيلات العجين، يكون يتلتصق باليد، ما يكونش عجينة معجنة، لا لازم تكون تلصق باليد. نغربل كيلة الفرينة ودرك نبدا نكيل. كي كملت الزيت ووضعت نولي كملت السوائل نروح للنواشف. هاني بديت بالكيلة الأولى، ندير الكاس الأول وندير الكاس الثاني، ونستعمل لهنا اليد باش نحس بقوام العجين كيما نستعمل أي حلوة اللمبوط عادية بالجلوتين. فقط حنا هنا حنبدلو الدقيق الطحين ولا الدقيق، ونبدلو الأمور اللي فيها الجلوتين. مثلا أنا استعملت لنا خميرة حلويات المرجان، استعملت ملعقة يقيس 15 غرام، 4 بيضات انتي تحسبي لها. نديرو حنا 2 باكي خميرة نوار. أنا هاي نبدا نحرك بيدي نطمها، ها هي قدامك، شوفوا. نكمل كي نشوفها باللي محتاجة دقيق نضيف لها. هاي مازالت طرية، شوف هذه ما تصلح لناش، لازم نعاود حتى نطم العجين مليح. العجين تاعي يكون متماسك ونقدر نشكلو في نقدر نشكلو في السنيوة بالطابع تاع حلوة المحقن واللمبوط.
اللي حلوة كل نشتيوها كجزائري. وما كانش اللي ما يحبش هاد الحلوى وهذا الكعك. نبدا نكمل نزيد الفرينة طاحين مليح حتى الدقيق يعني تاع الحلويات حتى نتحصل على قوام عجين متماسك ونفس يلتصق نوعا ما باليد. زدناه حتى نطمها جميع، نخليها ترتاح. كي نكمل هاد العملية نخليها ترتاح لأقل ربع ساعة. شوفوا هاي قدامكم. أي مازالت سائلة نزيد. لا المهم دات لي بالتقريب 5 كيسان فرينة، هي ربع كيسان فايتة للنص، والكاس الخامس فايت للنص فرينة. هاي نبدا نشكل، نجيب الطابع تاع اللمبوط وندهن الصينية تاعي تاع الزيت. لا عندي ورق طهي نطيبها على ورق طهي ندهنو خفيف، ونبدا نشكل بهذه الطريقة كيما نشكلو اي حلوة لمبوط. ندهن الطابع تاعي داخل بالزيت، وكل مرة نشمخ صباعي بزيت باليد اللي نخدم بها باش متلصقليش العجين باليد، ونشكل شكل. هذه هي النتيجة. كي نشكل مثلا شكل ما يعجبنيش نعاود نعاودو عادي، المهم حتى نتحصل على الطابع اللي حبيتو والشكل اللي بغيتو.
طبعا نشكل حتى نكمل الكمية، نشكل السنيوة الأولى وندير نكون شعلت الفرن على 5 دقايق كم قبل ما نبدا التشكيل، ونوضعها طيب طيبطها. كاين اللي يطيبها حمرا بزاف، كاين يطيبها شوية. أنا المهم اللون، لون الطهي كل وحدة كيما تحب. النتيجة أمامكم. وهذا الشكل النهائي جات ما شاء الله. وحتى نوعية الدقيق ساهمت باش تكون الحلوى ذات مذاق وذات شكل رائع. يعني لازم نركزوا على نوعية، لازم نركزوا على النوعية تاع الدقيق، لأنه تساهم بزاف باش نخدموا حاجة مليحة. شكل يشهي ومذاق كذلك يشهي، رائع جدا ما شاء الله. طبعا النتيجة هاي حلوة المبوض ولا أروع، بالصحة والهنا.